السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في 24 فبراير سنة 1986 جريمة قتل بتحصل في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية لامرأة عندها 29 سنة وكانت لسه متزوجة من 3 شهور بس. وفي البداية الشرطة قالت إنها في الأصل جريمة المقصود بها السرقة، لكن الموضوع اتطور بعد كده ووصل للقتل، ومع صعوبة الوصول للجاني اتقفلت القضية ولمدة 23 سنة لحد ما بتيجي سنة 2009 وبتتفتح القضية من جديد، وساعتها كل حاجة بتتغير. مش هطول عليكم، يلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد سنة 1957، بتتولد شيري راسموسن، وكانت طفلة مرحة جدا ومحبوبة من كل زمايلها في المدرسة. وسنة 1978 دخلت شيري جامعة لوس أنجلوس ودرست تمريض، وخلصت دراستها في الجامعة سنة 1982. وخلال فترة دراستها اتعرفت على شخص معاها في الجامعة، بس كان بيدرس هندسة واسمه جون روتن. وعلشان طبيعة شيري إنها كانت شخصية مرحة وبتحب الهزار، كان عندها القدرة إنها تخلي أي حد يعجب بشخصيتها وبخفة دمها ومن أول مرة. وده فعلا اللي حصل، إن جون أول ما شاف شيري خلال فترة دراستهم أعجب بيها، ونشأت بينهم قصة حب. وبعد ما شيري اتخرجت كملت مسيرتها الطبية وفتحت مختبر طبي، وكانت ناجحة وشاطرة جدا في شغلها. وخلال الفترة دي كانت علاقة الحب بين شيري وجون لسه مستمرة، لحد ما بتيجي سنة 1984 بيقرروا إنهم هيتجوزوا. وفعلا في نوفمبر 1985 بتبتدي حياتهم الزوجية مع بعض. وفي صباح يوم 24 فبراير سنة 1986 جون خرج من البيت الساعة 7 صباحا علشان يروح شغله، وكان المفروض إن شيري هي كمان هتخرج علشان تروح شغلها. وفي اليوم ده شيري كان عندها خطاب تحفيزي هتقوله للموظفين معاها في الشغل، لكن في اليوم ده شيري كانت تعبانة شوية، فقررت إنها مش هتروح الشغل وهتفضل موجودة في البيت. وبعد ساعتين، يعني حوالي الساعة 9 صباحا، الجيران لاحظوا إن باب جراج البيت اللي عايشين فيه جون وشيري اتفتح، لكن الغريب إن محدش خرج منه. وعلى الساعة 10 صباحا جون اتصل بشيري علشان يطمن عليها، لكن شيري ما ردتش. وساعتها جون فكر إن شيري غيرت رأيها وراحت الشغل. بعدها اتصل بالمركز الطبي اللي شيري شغالة فيه علشان يسأل عليها، لكن اتفاجئ إن شيري ما راحتش الشغل. وفي نفس الوقت أختها كلمته وبتسأله على شيري، لأن هي كمان بتكلمها ومش بترد. وطبعا ساعتها جون حس إن كده الموضوع مش طبيعي، فقرر إنه هيوصل للبيت علشان يطمن عليه. لكن قبل ما يوصل قابلته عاملة نظافة شغالة في البيت اللي جنبه، وقالت له إن كان في صوت ناس بتتخانق مع بعض وصوت حاجات بتتكسر خارج من ناحية بيته. ساعتها جون جرى على البيت علشان يشوف إيه اللي بيحصل، وأول حاجة شافها هو باب الجراج اللي كان لسه مفتوح، ولاحظ إن كان في إزاز مكسور داخل الجراج، وكان في عربية جون اشتراها لشيري هي كمان مش موجودة. لكن كل ده كوم، واللي شافه أول ما فتح باب البيت كوم تاني. جون لقى شيري مرمية على الأرض ومقتولة ومضروبة 3 رصاصات، والبيت كله مقلوب وحاجات كتير متبهدلة ومتكسرة، وكان في بصمة كف إيد دموي على الجدار جنب زرار الإنذار، بمعنى إن شيري كانت بتحاول تشغل إنذار الطوارئ، لكن اتضربت 3 رصاصات والقاتل خد العربية وهرب بيها. وده كان التفسير اللي جه في بال جون ساعتها من شكل شيري وشكل البيت. بعدها جون اتصل بالطوارئ، وبسرعة وصلت الشرطة ومعاها الإسعاف. وأول ما الشرطة وصلت لاحظوا حاجة غريبة جون ما خدش باله منها، وهي عضة على إيد شيري. وخلينا فاكرين إن العضة دي هتبقى الدليل بعد كده. بعدها الشرطة عملت سيناريو للجريمة، وهو إن حرامي دخل البيت، ولما شيري شافته حصل بينهم شجار وفضلت تقاوم، لكن في النهاية الحرامي ده قدر يتخلص منها ويهرب. بعدها الشرطة سألت عاملة النظافة اللي قالت لجون إنها سمعت صوت شجار وحاجات بتتكسر، وقالوا لها ليه ما بلغتيش الشرطة على طول؟ قالت لهم إنها كانت فاكرة إن الشجار ده عائلي بين جون وشيري، لكن اتفاجئت لما شافت جون راجع من الشغل، علشان كده قالت له على طول على اللي سمعته. لكن من اللي حكته الشرطة لاحظت إنها ما ذكرتش أبدا إنها سمعت صوت إطلاق رصاص، وده معناه إن اللي قتل شيري استخدم كاتم صوت على المسدس. بعد كده الشرطة طلبت من جون يشوف الأغراض اللي مش موجودة في البيت واللي ممكن تكون اتسرقت. وفعلا جون دور في كل حتة في البيت،
ملقاش غير حاجتين بس هما اللي ناقصين: عربية شيري اللي ما كانتش موجودة في الجراج، وعقد زواجهم. وهنعرف بعدين اشمعنى عقد الزواج هو اللي اتسرق. وبعد أسبوع من البحث، الشرطة قدرت توصل لعربية شيري اللي كانت مسروقة، لكن للأسف ما كانش فيها أي دليل يفيدهم أو يدلهم على القاتل. وبعد محاولات كتيرة الشرطة قررت إنها هتحفظ القضية، لأن ما عندهمش أي دليل ضد أي شخص. وخلينا فاكرين إن القضية كانت سنة 1986، وفي الوقت ده كانت الإمكانيات في البحث ضعيفة على عكس دلوقتي. وخلال فترة التحقيقات، والد شيري ما كانش ساكت، وكان رافض فكرة إن بنته راحت ضحية عملية سرقة أو إن حرامي اقتحم البيت وقتلها. وكان دايما بيسعى إنه يعرف إيه اللي حصل لشيري بنته، وكان دايما بيحاول يفتكر أي حاجة أو يقدم أي دلائل أو أفكار تساعد في حل القضية. ومن ضمن الحاجات اللي افتكرها هي حادثة غريبة حصلت مع بنت اسمها ستيفاني، ونحفظ الاسم ده كويس. ستيفاني دي كانت محققة في شرطة لوس أنجلوس، وكانت بتحب جون قبل زواجه من شيري. والحقيقة إن جون كانت علاقته بيها صداقة مش أكتر، وده على الأقل من ناحيته هو. لكن ستيفاني كانت متعلقة بيه جدا، وكانت كل تصرفاتها مجنونة، لدرجة إنها بعد ما عرفت إن جون خطب شيري كلمت والدته وقالت لها إن هي زعلانة منه جدا، ومش عارفة هو عمل كده ليه، وإنها مش متقبلة قراره ده أبدا. والشرطة لما سألت جون أكد على صحة كل الكلام ده، وقال كمان إن شيري أثناء الخطوبة عرفت بموضوع ستيفاني وزعلت منه جدا، لكنه قدر يفهمها إنه مفيش من ناحيته أي حاجة ليها، وإنه حاول يفهم ستيفاني كده أكتر من مرة، لكن هي مش راضية تفهم. وفي الوقت ده والد شيري افتكر حاجة تانية مهمة جدا، وهي إن في يوم من الأيام ستيفاني راحت لشيري شغلها في الوقت اللي كانت فيه لسه مخطوبة لجون، وقالت لها إنها لازم تسيب جون وتقطع علاقتها بيه، وإن جون مش هيكون لحد غيرها، وإنها مش هتسمح بأي حاجة غير كده مهما حصل. وقال إن ده كان تهديد واضح لشيري. وكان المفروض ساعتها إن الشرطة بعد ما تسمع الكلام ده إنها تشك في ستيفاني، لكن الحقيقة رد الفعل كان غريب جدا، وهو إن كل ما تيجي سيرة ستيفاني، والد شيري كان بيلاحظ إن المحققين وأفراد الشرطة بيتهربوا وبيتحججوا بأي حاجة. لكن أهل شيري كانوا مصرين إن الشرطة لازم تستجوب ستيفاني، وساعتها الشرطة رفضت لأن مفيش أي دليل ضدها، واتقفلت القضية على كده. وكان كل ما القضية تبدأ تتفتح من جديد كان بيبقى فيه إيد خفية بتخفي أي دليل على الجاني. ده غير إن كل تسجيلات والد شيري اللي قالها عن ستيفاني كلها اختفت. واستمر الحال على كده لسنين طويلة، وستيفاني عايشة حياة طبيعية، وحققت نجاحات في شغلها كشرطية، وتزوجت من شرطي اسمه سكوت يانج، وكانت في أنظار الناس ست سمعتها كويسة وبتخدم كل الناس. وفي أواخر التسعينات بدأ يكون في قسم في الشرطة بيهتم بالجرائم القديمة اللي لسه ما اتحلتش، ومنها قضية شيري. وبدأ كمان يحصل تطور في فحص الدي ان ايه. وفعلا في سنة 2004، يعني بعد 18 سنة من قتل شيري، اتفتحت القضية من جديد. وكان في مسؤولة عينات اسمها جينيفر، كانت بتدور على العينة اللي موجود فيها لعاب الشخص اللي عض شيري. وافتكروا زي ما قلنا إن العضة هي اللي هتكشف القاتل. المهم جينيفر فضلت تدور على العينة، لكن للأسف ما كانش ليها أي أثر. وبعد محاولات كتيرة قدرت توصل لها، وكانت مستخبية في تلاجة العينات وسط عينات عشوائية كتيرة، وكان مكتوب عليها اسم شيري. وبعد تحليل العينة قدرت تتوصل إنها لأنثى مش لراجل، زي ما الشرطة كانت بتقول طول السنين اللي فاتت. لكن بعد محاولات كتيرة ما قدروش من خلالها إنهم يوصلوا لصاحب العينة، تم قفل القضية مرة تانية، لحد ما بتيجي سنة 2009، يعني بعد 23 سنة، اتنين محققين قرروا إنهم هيفتحوا القضية. وفي البداية ما كانوش مقتنعين بالأقوال القديمة للشرطة، وبعدها قابلوا أهل شيري وعرفوا منهم موضوع ستيفاني، وإن الشرطة طول السنين اللي فاتت كانت رافضة إنها تحقق معاه. وساعتها المحققين، وخصوصا بعد ما عرفوا إنها شرطية، شكوا إن الشرطة كانت بتحميها طول الفترة دي. وساعتها قرروا إنهم هيكملوا التحقيقات في سرية تامة. وأثناء البحث اكتشفوا إن ستيفاني كان معاها مسدس في الثمانينات من نفس نوع المسدس اللي اتقتلت بيه شيري، وبعد أيام من الحادث عملت بلاغ باختفاء المسدس. وفي الوقت ده قرروا إنهم يراقبوا ستيفاني، علشان كانوا عايزين ياخدوا منها عينة الدي ان ايه ويطبقوها بالعينة اللي لقوها في العضة اللي كانت في ايد شيري. وفعلا في يوم من الأيام ستيفاني دخلت كافيه، وبعد ما خلصت المشروب بتاعها ومشت،
المحقق راح على طول وأخد الكوباية اللي كانت بتشرب منها ووداها على المعمل الجنائي علشان يفحص من خلالها الدي ان ايه لاستيفاني. وفعلا بعد ما قدروا ياخدوا عينة الدي ان ايه من على الكوباية اللي كانت بتشرب فيها ستيفاني، طبقوها بعينة الدي ان ايه اللي كانت على ايد شيري من خلال العضة، وطلعت النتيجة متطابقة، بمعنى ان ستيفاني هي اللي قتلت شيري. بعدها تم تقديم الأدلة دي للمحكمة، وبعد جلسات كتيرة كان دفاع ستيفاني بيحاول فيها ينفي التهمة عنها. بيتم الحكم أخيرا على ستيفاني سنة 2012 بالسجن لمدة 27 سنة علشان تنتهي معاها جريمة كان السبب فيها هو الغيرة. ويا ترى انتوا رأيكم ايه؟ وهل ستيفاني هي كمان ضحية زي شيري بالظبط؟ وخصوصا ان في أقاويل بتقول ان جون بعد فترة اتجوز تاني وعاش حياته طبيعي ونسى قضية شيري وما كانش مهتم بيها، ولا الضحية الوحيدة هي شيري اللي ملهاش أي ذنب في كل ده؟ وبكده انتهت حلقتنا. مستني رأيكم في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن أي موضوع ياريت تبعتولنا وإن شاء الله نعمل حلقة عنه. وفي الختام، سلام.